السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله حديثنا عن فضل الصلاة على النبي، بما أن الليلة اليوم ليلة الجمعة. فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب القربات وأعظم الطاعات، فمن تمسك بها فاز بالسعادة في الدنيا وغفر ذنبه أو غفر ذنبه في الآخرة، وهي جالبة للخيرات قاضية للحاجات دافعة للنقمات، باب لرضا الله سبحانه وتعالى وجزيل ثوابه ومحبته لعباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصل كل خير في الدارين، أصل كل خير في الدارين، وهو شفيع الخلائق في الآخرة، والصلاة على جنابه الشريف شفيع الدعاء في الدنيا. لذلك جاء الأمر الشرعي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة الإسلامية. فأما الكتاب فقال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من باب التحية له. يقول الإمام فخر الدين الرازي: فلله تعالى أمر الكل بأنهم إذا حياهم أحد بتحية أن يقابلوا تلك التحية بأحسن منها أو بأن يردوها. ثم أمرنا بتحية النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما السنة فقد تواترت الأحاديث النبوية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين فضل الصلاة عليه أفضل الصلاة والسلام. فعن أبي كعب أو عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل أو في رواية ثلثاء الليل قام فقال: أيها الناس اذكروا الله، جاءت الرجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك منها أو كم أجعل من صلاتي؟ قال: ما شئت. قلت: الربع؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: أجعل كل صلاتي لك. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. أخرجه الترمذي. وفي رواية الإمام أحمد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ابن العاص رضي الله عنهما إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا ثم يقول مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن الصلاة عليه فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. ثم سلوا الله الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، اللي هي الوسيلة الشفاعة. فمن سأل لي الشفاعة حلت له الشفاعة إن شاء الله، أو سأل الوسيلة حلت له الشفاعة إن شاء الله. إخواني الكرام، إن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة يوم
مبارك تتضاعف فيه الأعمال، كل عمل لوجه الله سبحانه وتعالى يتضاعف إلى 70. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يترطب بها لساننا بذكره عليه أفضل الصلاة والسلام. أقول ما سمعتم وربنا يتقبل إن شاء الله، فرجاء ادعموا الفيديو حتى يصل إلى أكبر عدد، وجزاكم الله خير.